توصل لمحسن هنداوي العرضيه، الهدف الاول، الهدف الاول. توصل لمحسن هنداوي العرضيه، الهدف الاول، الهدف الاول لمحسن هنداوي العرضيه، الهدف الاول، الهدف الاول في هذا اللقاء. العرضيه حلوه 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 من محسن هنداوي الباك اليمين، والارتقاء رائع 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 من اللاعب الهداف اللي اسمه احمد حسن مهاجم غزل المحله وهداف غزل المحله عشان يسجل الهدف الاول في لقاء اليوم. امتى مشاهدينا؟ ده في الدقيقه 20 من زمن الشوط الاول. غزل المحله 1 الاهلي لا شيء هنا في استاد القاهره الدولي. هجمه على طول، هجمه خطيره وهجمه عنتريه على طول، عرضيه حلوه اتلعبت يا لاعب محسن هنداوي وارتقاء جميل 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 وتتحراسه من مدافع النادي الاهلي على طول. محمد عطيه او احمد حسن الهداف احمد حسن بيسجل الهدف الاول بلقم في الدقيقه 20 من زمن الشوط الاول. غزل المحله 1 لا شيء النادي الاهلي. احمد حسن لسه بقول لكم هو هداف الدوري في تطبيقات الاسبوع الثاني. المحله لسه بقول المحله فاق هجوميا. احمد حسن يقتنص واحده كده من المدافعين نادي الزمالك خلف محمود فتح الله وعمرو الصفتي بضربه راس على شمال عبد الواحد السيد عشان يقرب النتيجه ويرجع اللقاء لحلاوته مره ثانيه. 1 لغزل المحله، 2 لنادي الزمالك. مره ثانيه التمريره العرضيه الجميله، وقلت ان في تغيير ايجابي عمله محمد فايز ان هو سحب عبد الرحيم لمحمد عبد الشافي اللي اتنقل. شوف حضراتكم فين عبد الشافي بيعمل العرضيه يلعب الاوفر وتاني بتتحط حلوه ومش اوفسايد، والتاني وضغط ولسه وسهله جول احمد حسن فرج. احمد حسن بركبه حطها سهله. بقول لحضراتكم له حساسيه وتعامل خاص مع الشباك هذا الولد. 1-0 بيتقدم النادي الاهلي. احمد حسن بركبه 1-0. احمد حسن بركبه والمقدمه بعد 7 دقايق. اللعبه كانت كويس قوي اهو. وسط برضه دربكه وهو قاعد وخبطت ورجعت له، انما هو لعيب هداف ولعب على ال3 خشبات على طول. 1-0 بيتقدم النادي الاهلي. احمد حسن بركبه بعد 7 دقايق. ادي اللعبه تاني وتالت اهو. شوف سهله وسط الزحام لمحيه طبعا، والمهاجم يلعب الكره على طول كده زي ما هي بيقولوا يعني بعملها وسط الزحمه. عبد الحميد شبانه اللي عمل حركه في الخط الامامي. تمرير عرضيه احمد حسن بضربه راس، انما في ايه؟ هدف ولا ايه؟ هدف لاحمد حسن ولا تسلل؟ هدف اول لنادي غزل المحله من ضربه راس. هو بيبص على المساعد بيقول له هتديني جول ولا الجمله من اولها حلوه، الحكايه من اولها حلوه، الحدوته من بدايتها حلوه. على طول اتنقلت ناحيه اليمين، لحق عبد الرحيم طه، لعب بينيه ولا اروع لمحمد عبد الشافي، وسع اللف عبد الشافي بالشمال وعملها باليمين على غير العاده لمين؟ للمصر المنقض عليها من الخلف للامام. احمد حسن وسع بجبهته حلوه قوي، ركب الكوره كويس قوي، نشن حلو اداء في الشوط الثاني. نادي غزل المحله يحرز الهدف الثالث. 3 غزل المحله 1 لا محسن هنداوي. تعدي الجميع تلاقي الراجل احمد حسن بتسميها لعبها من الثبات لكن كان موجه صح على يسار حارس المرمى اسامه ليلى، ويتقدم نادي غزل المحله في الدقيقه 13. كرة هايل على طول احمد لمحمد عطيه. محمد عطيه مع الكوره لعبد الحميد شبانه. خلص كرة عبد الحميد بيلعب العرضيه. عبد الحميد هوبا
هنشوف حكم على غير المعقول. الهجمه النادي غزل المحله، هوبا، والهدف الثالث هو نفسه احمد حسن يحرز ثلاثيه في الطنطاويه. ولا مين؟ لا ولا كان كابتن سيف عمر بعد رحيل كل من رضا شافي محمد نور. سيف عمر يقود منظومه هنا مع نادي اسمنت السويس. نادي المحاوله لاحمد حسن، هوبا، سلام سلم، الشبكه بتتكلم، والهدف الثالث احمد حسن. اظهر وبان، عليك الامان يا نجم يا فنان، وانت بالفعل بتحب ترجع لزجاجه الاجوان كمان وكمان. 1-3 المحله. مشاهدين اليوم هنا في المحله بين غزل المحله والليموني مهدي محمد عبد الشافي، عمل العرضيه ومحاوله احمد حسن. اظهر وبان، عليك الامان يا نجم يا فنان احمد حسن، يا سلام سلم، الشبكه بتتكلم، والهدف الاول لغزل المحله احمد حسن، يا سلام سلم، الشبكه عمر اسلام والسنده واللمسه، واحمد حسن يخلص من لعيب احمد حسن، والبينيه الجميله والتصويبه، والهدف الاول لنادي غزل. استلم بصدره تمام، حط الراجل في ظهره لكن ما حطوش في ظهره، والسلام لو حط في ظهره خدها بصدره. انطلاقه من محسن الدولي ناحيه اليمين، والعرضيه من الدولي، والضربه بالراس، والهدف الثاني لغزل المحله. يا ولد يا لعيب احمد حسن بيحرز الهدف الثاني لغزل. حسن يحرز الثلاثيه في الطنطاويه، فعلا هو احمد حسن. الهدف الثالث هدف الضربه القاضيه يقضي على امال الطنطاويه. فريق بترول اسيوط طولت من احمد حسن وراحت على طول لمحمد الغنام عايز يحطها لعمرو السري، اتقطعت على طول وهجمه مرتده هتعمل انفراد. عمرو صبحي لو بص هيحطها لاحمد حسن، حطها لاحمد حسن اللي لسه بكلمكم عليها، ومعاها على طول هدف ثاني لمصلحه فريق غزل المحله. رد الهديه عمرو صبحي، وعلى طول عرضيه عمرو صبحي المره دي، وعلى طول ارضيه زاحفه من احمد حسن. هذا الرجل لسه بكلمكم عليه، بقول لكم يحوم كالفراشه ويلدغ كالنحله احمد حسن. عمرو صبحي خد ثرو باس جميل من هنداوي في وسط الملعب وعمل العرضيه الاجمل، وقف لاعبي بترول اسيوط على ان في هناك تسلل، عمل العرضيه عمرو صبحي على طول بشياكه واناقه، حطها جوه المرمى على طول. احمد حسن يتقدم. اظهر وبان، عليك الامان يا نجم يا فنان احمد حسن. هدف ثالث لاحمد حسن، عملها بالراس، وجه بالراس على يمين حارس مرمى فريق الالومنيوم محمد خلف ليتقدم المحله بهدف ثالث. اعزائي المشاهدين في الدقيقه 21 من الشوط الثاني، وعلى راس احمد حسن والهدف الثالث. يعدي عبد الحميد شبانه، يوصل احمد حسن بسهوله، يعدي هيعمل عرضيه، والهدف الثاني المفاجئ بسهوله، عدى الهدف الثاني. احمد حسن بيرد اهو على المشككين، وهدفه رقم 11 هذا الموسم. 2 غزل المحله، 1 نادي 11 مع الدقيقه 13 من عمر الشوط الثاني. اعزائي المشاهدين 2 غزل المحله. ادي عبد الشافي، محمد عبد الشافي عدى كويس قوي، ومعتصم سالم زي ما تكون واقف كده مش عارف يتحرك، حطها بمعلمه بمهاره، لكن في المرمى خالد احمد حسن بسهوله هو اللي صانع الهدف ده كله. مين هو؟ محمد عبد الشافي. نخلي بالنا منه، بص برضه معدى ازاي، مر ازاي، لمح بطرف عينه. مين لمح بطرف عينه؟ احمد حسن بالقدم اليسرى، وتتهادى الكره في الشباك. و2 غزل المحله، 1 نادي الاسماعيلي. عبد الشافي يلعبها وبالراس على طول في منتهى الخطوره، جوه الجول ترد الكوره، واحمد حسن
حسن يتدخل والمتابعه الجيده ويحولها على طول في المرمى. اتلعبت الكوره ترد من العقبه والمتابعه جميله من احمد حسن يحرز بها اول اهداف اللقاء ويرفع رصيده الى 9 اهداف مع غزل المحله هذا الموسم ويروح للكاميرا ويبص. احمد حسن هدف اول لغزل المحله يتقدم به. احمد حسن الموسم الثاني له مع فريق غزل المحله منتقلا من الالمونيوم. ادي اللعبه تاني نادر العشري بالراس ترد من العقباوي المتابعه الجميله من احمد حسن على طول يسكنها برجله الشمال السند على طول في المرمى ويسجل بيها اول اهداف اللقاء. هذه اللعبه عبد الشافي نادر العاشري العقباوي احمد حسن. تقدم لغزل المحله بهدف نظير. فاتت ضربه حره مباشره لنادي غزل المحله ناحيه اليمين على طول. هنداوي يعتمد على نفسه. هنداوي عايز يلعب العرضيه. هنداوي والعرضيه جميله. عايز يلعب العرضيه هنداوي والعرضيه جميله. احمد حسن عملها وكلمته قالها. يا سلام عليك. 100 فرحت المحلويه. 100 فرحت المحلويه. احمد حسن يحرز الهدف الاول لنادي غزل المحله في الدقيقه 16 من احداث الشوط الاول. يا سلام عليك يا احمد يا حسن. يا سلام على العرضيه النموذجيه من محسن هنداوي. لسه ما كملتش كلامي بقول لك محسن هنداوي حاول تنزع من ناحيه اليمين على طول من محسن والهدف الثاني لفريق نادي غزل. حاول تنزع من ناحيه اليمين على طول من محسن والهدف الثاني لفريق نادي غزل المحله. الهدف الثاني يا احمد حسن. احمد حسن تصالح مع الشباك مره اخرى. احمد حسن واحنا عارفين اللي هو كان هداف هذا الدوري الدور الاول. احمد حسن اظهر وبان عليك الامان يا نجم يا فنان وانت هداف وفنان يا احمد يا حسن. سجل هدف ثاني لنادي غزل المحله في الدقيقه 20 من الشوط الاول. 2 غزل المحله لا شيء النادي الاولمبي. واعتقد سنستمتع بهذا اللقاء باذن الله تعالى. 2 غزل المحله لا شيء النادي الاولمبي. احمد حسن فاجئنا برأسية حلوة في شباك محمود سيد. بسيوني محمود انطلاقة لعيب مهاري لم كورته بشكل جميل. اتلعبت البينية مفيش تسلل. احمد حسن يعملها وفي الجول يسجلها. الهدف الثامن لاحمد حسن. هدف ثالث جميل. الله عليك يا احمد يا حسن يا هداف يا كينج يا ابني والله يا ملك الهدافين يا احمد يا حسن. احمد حسن ثلاثيه رائعه. هدف جميل ولا اروع ولا اجمل. هدف سلوباس على مره واحده على طريق الكبار. احمد حسن هدف ثالث نموذجي على طول بالقدم اليسرى سريعه تتهادى في المرمى الهدف الثالث. هدف محلاوي. هدف ثالث جميل. الله عليك يا احمد حسن. الله عليك يا محلة النهارده. اداء راقي اداء ممتاز مفيش كلام. احمد حسن يرفع رصيده كابتن عمر اسلام والسنده واللمسه واحمد حسن يخلص نقطه لعيب احمد حسن والبينيه الجميله والتصويبه والهدف الاول لنادي غزل المحله. احمد حسن 9/6/82. احمد حسن بدايته في مركز شباب سمر ثم مركز شباب نادي بني سويف ثم نادي بني سويف وانتقل لنادي الاتحاد الليبي ومنه للالمونيوم ومنه لنادي غزل المحله. هداف الدوري برصيد 6 اهداف. لا 6 اهداف مين بقى؟ ده 7 اهداف النهارده احمد حسن. يعني الراجل كده يغيب ويلدغ كالعقرب يحوم كالفراشه ويلدغ كالعقرب. احمد حسن هذا احمد حسن. ادي البيانيه بتاعت صبحي الجميله واحمد حسن والتصويره بالقدم اليمنى على عكس عدلته احمد حسن. يعني احمد حسن تصويره بيلعب بالقدم اليسرى لكن
المرة دي يطلب تضييفه بالقدم اليمنى يحرز الهدف الاول على يسار عصام محمود. طبعا الحارس العملاق لنادي تشيلسي الانجليزي التشيكي بيتر تشيك. فاول ضربه حره مباشره، محسن هنداوي عرضيه خطيره. سلام يا سلام على هذا الكلام. احمد حسن القناص مر بالحراس، يضع البطاقه الاولى لغزل المحله من تمريره حراريه من محسن هنداوي على راس هذا القناص، وبالمليمتر كما يقول المعلقون، نقول ايه بالمليمتر من محسن هنداوي على راس القناص مر بالحراس. احمد حسن يضع البطاقه الاولى لغزل المحله ليتعادل ضيوف اللقاء مع اصحاب الارض بهدف لكل فريق. هذا هو صانع فرحه غزل المحله احمد حسن، هداف من هداف الدوري، 4 اهداف يرتقي الحوشي. ادي العرضيه فيها الخطوره، اوبا يا سلام، سلم الشبكه بتتكلم. والهدف الاول لفريق نادي غزل المحله. احمد حسن يا جماعه تاجر السعاده لغزل المحله وهداف الدوري، يسجل الهدف الاول للمحله. احمد حسن يا جماعه يعتبر فريق غزل المحله ما شاء الله وش السعد على هذا اللاعب. احمد حسن في الدقيقه الاولى من الوقت المحتسب بدل من ضاع بيعمل يعني الفولو والمتابعه الرائعه ويسجل الهدف الاول لغزل المحله. النجم احمد حسن يعني تبقى المحله 1 بتروجيت لا شيء. احمد حسن كان ليه 9 اهداف وهداف الدوري، ارتفع رصيده كده الى 10 اهداف. احمد حسن ما شاء الله يعتبر نادي غزل المحله وش السعد عليك يا احمد يا حسن. على طول ادي ضربة الرأس على طول لأحمد دروجبا، وأحمد صديق حلوة يا خبر، ماشي نص ملعب ماشي 3-0 أحمد صديق، إنما دروجبا حطها لك إيه وهو كمان حط وش رجله قبل ما تلمس الأرض. حلوة 3-0. في عصبيه، ولذلك طبعا شفنا عدد كبير من الانذارات وحالتين طرد و26 فاول. انطلاقه اماميه وتصويبه الهدف الثاني لغزل المحله. والله بيفاجئنا غزل المحله بهذا الاداء في هذه المباراه. غزل المحله يكشف تماما عن انيابه، واحمد حسن دروجبا العائد بعد غياب عن هذا الفريق وكان بالفعل هداف الفريق، رحل الى النادي الاهلي فتره طويله موسم كامل، انتقل بعدها لاتحاد الشرطه ثم عاد على سبيل الاعاره. وهذا احمد حسن دروجبا يحتفل مع عشاقه، يحتفل مع انصاره، يحتفل مع جماهيره بهدف ثاني في مرمى العملاق الاحمر، بهدف ثاني في مرمى المارد الاحمر النادي الاهلي. والله النادي الاهلي في مأزق كبير في هذا اللقاء. عفوا كابتن حسام البدري، ماذا ستفعل في هذه الامسيه؟ ادي عبد الحميد شبانه والتصويبه، القائم يتصدى بيلاقيها على طول حسن دروجبا. احمد حسن دروجبا يضع البطاقه الثانيه لغزل المحله في بدايه احداث الشوط الثاني. 2 غزل المحله لا شيء النادي الاهلي. وماذا يا ترى سيفعل كابتن حسام البدري في هذا الحوار؟ يا سلام، تمريره حلوه في العمق جميله عملها احمد حسن دروجبا بضربه راس لعبد الحميد شبانه، تصويره صاروخيه استلمت بالقائم ترد له بدون رقابه. يضع البطاقه الثانيه نقول في الدقيقه الاولى او الدقيقه الثانيه. كريم عادل عبد الفتاح سيكون المهاجم رقم 3 لغزل المحله. ضربه حره عبد الرحيم طه تطلع على طول عرضيه ودروجبا والهدف الثاني لغزل المحله. مش ممكن لسه بقول لحضراتكم احمد حسن دروجبا احد المحطات الهامه لغزل المحله. على طول تتلعب العرضيه العالميه ويضعها دروجبا براسه 100 ليحرز الهدف الثاني للمحلويه في مرمى مين؟ في مرمى ذهاب الجبل. 2 المحله 1 المقاولين العرب. وسط طبعا فرحه عارمه لجمهور غزل المحله. هو اتلعبت على طول عرضيه جميله ودروجبا يا ولد بيزحلق الكره كده على طول على يسار او على يمين حارس المرمى محمد العقباوي. على طول محمد حسن دروجبا يتقدم ويضع غزل المحله، وكأن غزل المحله في الدقيقه 10 احبائي الكرام على موعد مع السعاده ليحرز له دروجبا هدفه الثاني. احمد حسن دروجبا شفناه بيحرز في النادي الاهلي بقدمه. ضربه ركنيه لصالح فريق الجونه تتعمل اماميه في ال 18
18 ويغمسها حلوه حلوه حلوه. يا سلام يا سلام يا سلام. فاجئنا كلنا بهدف في الدقيقه 30. مين؟ انا لسه والله ظلمتك يا دروجبا، بقول هل هو لسه مش في فورمته؟ هل دروجبا لم يدخل في الاجواء الحقيقيه ده طبعا ولا ايه؟ سعد حسني الباك الشمال، وضربه ركنيه اتعملت طبعا بالقدم اليمنى بالقائم الاول، بيغمزها كده دروجبا لتسكن الشباك ويتقدم الجول. مرة ثانية من احمد عمران للممكن احمد عمران احمد عمران ويعود احمد حسن دروجبا، يعود احمد حسن وادي حسن اللقاء وهدف شرعي لنادي الجونة، ويعود مرة اخرى الجونة من جديد يعود الجونة، يعود البحر الاحمر مرة اخرى. ادي احمد عمران وادي التحرك، لسه بقول ممكن احمد عمران وادي الرأسية وخطف الناس كلها، احمد عمران في الدقيقة 10 عشان تتعدل النتيجة 2-1 عرضية ولا اروع ورأسية ولا اجمل. ومع تحيات احمد حسن دروجبا يا محمد يا صبحي، خطف مر بذكاء كده وبمهاره بيليا بتوصل عند دروجبا وفيها خطوره الكوره، وادي التصويبه جوه الجول دروجبا. احمد حسن فرج الشهير بدروجبا يعلن عن الهدف الثاني لفريق الجونه. مشاهدينا الكرام في كل مكان، في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 5 من بدايه الشوط الثاني، هدف على طريقه الكبار اصحاب التصويبات القويه. مفيش احلى من كده كوره، يا سلام على الكوره لما بتخدم. احمد حسن دروجبا وضعها بشكل جيد جدا على يمين الحارس محمود السيد، حارس مرمى فريق الانتاج الحربي. الراجل ما قدرش يعمل لها اي حاجه، الراجل كانت صعبه عليه جدا الكوره، وضعها رائعه. هادي على طول طبعا مفيش كلام. كبار الزوار واعضاء مجلس اداره الناديين، سواء مجلس اداره الجونه او مجلس من فريق الجونه. لسه الكره مع احمد عادل جوه المنطقه، هوبا جول 2-0. احمد حسن دروجبا والهدف الثاني 2-0. واحمد حسن دروجبا في الدقيقه الثانيه من الشوط الثاني يحرز ثاني اهداف هذا اللقاء 2-0. احمد حسن دروجبا والهدف الثاني للجونه 2-0. ادي الكابتن انور سلامه والقصه من البدايه رائعه جدا جدا جدا، من لحظه وجودها في القائم. ادي العرضيه وادي الرأسيه والعقباوي ما قدرش يعمل حاجه وتسكن الزاويه.